عندك اختي مصروف 2000 درهم. كيفاش اختي توفري ليا 500 درهم؟ ايه يا اختي 500 درهم وغادي تصرفي غير 1500 درهم. تبعي معايا اختي لا فيديو من الاول حتى الاخير، وكنتمنى خواتاتي لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم كيف العاده ما تنساونيش اخواتاتي من لي لايك ومن التعاليق الزوينه ديالكم. السلام عليكم خواتاتي، صحاباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم تكونوا بصحه جيده وما خصكم حتى خير ان شاء الله. الله يبارك ليا ويبارك لهم في الصحيحه وفي الرزق وفي الوليدات ان شاء الله. الله يخلي لينا الصحيحه ديالنا، حيت الصحيحه خواتاتي هي كل شيء، هي راس المال. واللي اختارتو صحته ما عنده حتى شي حاجه وما كيتمتع حتى شي حاجه. الله يخلي لنا صحيحتنا. ايوا انت يا اختي، ها انت حتى انا شريت اختي الكلاسور باش ننظم الميزانيه ديالي. المهم اخواتاتي، تقديت لوليدات الادوات ولقيت اختي كيتباع غير في البلاصه اللي تقديت بها اختي الادوات ديال الوليدات. وقلت علاش لا، حتى انا اختي نتقدى لراسي الادوات ديال الدخول المدرسي. المهم تقديت اخواتاتي لراسي هاد الكلاسور، فيها اختي هاد الاظرفه ديال البلاستيك. المهم عملي زوين، كينظم لك اختي بديك المهم كيجمع لك اختي دوك الفليتات، ما كيبقاوش اختي مبعثرين. المهم ما كتحصليش فين تحطي دوك الاظرفه. داك الكلاسور كتنظمي فيها اختي. الا لقيتو اخواتاتي كيتباع يعني غير شريوه، دابا ولا موجود، زعما صراحه ولا موجود. ماشي كنا في الاول خصك تكومونديه من شي بلاصه عاد وكيكون بثمن غالي. انا خديته بثمن مناسب، ما غاليش نهائيا. وفيها اختي دوك الاظرفه كتارين ديال البلاستيك، دوك الشفافين. وفيه دوك لي تيكي اختي ديال الاسهم. المهم كتكتبي اللي بغيتي وكتلصقي. وانا خديت هادوك اللي كنديروا في الدفاتر الوليدات، خديتهم. المهم كل مره نشوف شي وحده هكا دبالت غادي نحيدها وندير اختي وحده اخرى. المهم هاد الكلاس راه زوين اخواتاتي، الا لقيتو غير خذوه. كينظم لكم اختي المصروف ديالكم. كل حاجه كتحطوها بلاصتها، كديروا الادخار، كديروا الهري، كديروا البوطه، كديروا الحانوت، الخضار. المهم الفلوس، كل الفلوس كتحطوهم اختي في داك الظرف ديال البلاستيك وكتسدوا عليهم. المهم داكشي كيبقى منظم وزوين. ايوا ندوزو اخواتاتي للمعقول. تقسيم اختي الميزانيه د 2000 درهم. كيفاش اختي غادي توفري ليا 500 درهم وغادي تصرفي لي غير 1500 درهم؟ تقولي ليش اختي ما غتكفينيش وبالسي باش كنكمل الشهر ب 2000 درهم؟ راه كي ما غتكمليش الشهر ب 2000 درهم غادي تكملي الشهر ب 1500 درهم. الا عرفتي اختي كيفاش غادي ديري ليها وتقسميها اختي بطريقه اللي هي صحيحه وطريقه اللي زوينه وكل حاجه حطيها بلاصتها، وراه غتكفيك. راه بحال صرفتي 1500 بحال صرفتي 2000 درهم، ولكن الفرق وهي انك غادي توفري لي اختي واحد 500 درهم. المهم جربي اختي التحدي مع راسك وردي عليا اختي الا قدرتي تنجحي فيه. ردي عليا في التعاليق ان شاء الله ملي يكمل الشهر. المهم اخواتاتي، الا بغيتي تحققي شي حاجه وبغيتي شي هدف تحققيه، اول حاجه خصكي ديري تحدي والعزيمه من الاول. يعني خصها تكون عندك العزيمه من الاول والاراده، وتبغي تحداي ليا نفسك. باش غادي تحداي راسك، راه ملي غتجي نتي ديري هاد التقسيم، نتيا موالفه كتقداي ب 2000 درهم يلا كتكملي بها الشهر، وبغيتي ديري التحدي انك غتصرفي 1500 درهم. اول حاجه خصك ديريها اختي، وهي قبل ما تمشي تقداي غتكتبي ليا بعدا اللائحه وغتكتبي ليا داكشي اللي خاصك. وما غاديش تجيبي ليا نتيا كلشي في الهري، راه الشهر غيكمل لك شهر وغتشوفي اختي شنو عندك وشنو اللي ما عندكش هو اللي غتجيبي. ودائما كنخدموا على ستوك، ضروري من ستوك. وملي غتقدي اختي التقديه ديالك ضروري ما تعري ليا على دراعك. الا كنتي يعني كتخسري الفلوس في السقاطه غادي تحيدي السقاطه. كنتي كتخسري الفلوس في الكوتي، كتشري الكوتي من برا، غتحيدي الكوتي من برا. غادي ديري لي اختي التنظيم، غادي تنظمي ليا راسك وغتشدي ليا واحد النهار، مثلا الجمعه ولا السبت ولا الحد، واحد النهار في الاسبوع،
وغادي ديري ليا الكوتي، اما الكوتي ديال اسبوع ولا الكوتي ديال 15 يوم اللي غيكفيك اسبوع ولا 15 يوم. المهم غتحضري ليا البريوش، القرص، المهم اما ديري بالزراره اما تعمري الوليدات بالشوكولات. غادي ديري لي اختي واحد الطرح ديال المسمن، واحد الطرح ديال البطبوط، غديري واحد 2 كيكات ولا كيكه، غادي ديري لي كاب كيك للوليدات، غادي ديري كوكيز. المهم غتحضري لي اختي هاد الوصفات. المهم قلبي على وصفات اللي هما اقتصاديين وما تكثريش اختي فيهم قوه المقادير، داكشي زوين ومقادير ساهله. المهم غديري لي اختي داك الكوتي وغتحطيه عندك في الكونجيلاتور ديالك. كل نهار غادي تجبدي غيكون عندك الكوتي في الدار ديالك وغتهناي من الشريان اختي من الكوتي برا. الا كنتي اختي كيمشيو لك فلوسك في الشريان ديال الخبز، كذلك غادي تشدي اختي واحد النهار اللي غادي يكون ما عندكش فيه تماره وغتعجني اختي الخبز ديالك اللي غادي يدوز لك اسبوع ولا اللي غيدوز لك واحد 3 ايام ولا 4 ايام. حيدي عليك اختي الخبز باش ما غاديش ترقاي العذر لراسك غتقولي عجزت ولا ما قديتش نعجن. واحد النهار خصيه العجينه وداك النهار ما يكونش عندك فيه الشغل كتير. تعجني لي اختي الخبز ديالك وغتقسميه ليا في البلاستيكات وغادي ديريه في المجمد. وكل نهار غادي تبدا تجبدي الخبز اللي غتحتاجيه في الغداء. يعني تقريبا الخبز كنحتاجوه في الغداء، الكوتي كنكونوا مصايبينه، العشاء حنا كنديروا شي حاجه خفيفه ما كنحتاجوش فيها الخبز. يعني تقدري تحتاجيه في الفطور ولا في الغداء، والفطور تقدري كاع تحتاجي المسمن ولا الحرشه في الفطور. المهم اخواتاتي انا راه كندير خبيزات صغارين فيهم الشعير غير دوك صغيورين، كنقرصهم اخواتاتي بالشعير وكنديرهم اختي في المجمد. وهذوك هما اللي كنجبد الفطور، كل واحد كنحط له خبيزه صغيره يعني كافيه. انت غادي ديري واحد الخبيزات هكا صغيورين للفطور وغادي تخليهم اختي في المجمد. والخبز ديال الغدا غادي تقطعي اختي ممصوصه هكا طروفه وحطيتها اختي في المجمد وبقات تجبديه في الغدا. المهم الا نظمتي لي اختي راسك ودرتي اختي التخطيط الاسبوع ديالك ولا 15 يوم، اشنو غديري اختي هذا الاسبوع وشنو غديري الاسبوع الاخر وشنو غادي نتقدى انا في الخضره وشنو غنجيب في الهري وشنو غنجيب شنو غنحتاج، كوني اكيده بان هذا المصروف اختي راه غيكفيك. ولكن الا ما مشيتيش اختي بالنظام ومشيتي بالعشوائيه وكتحتاجي الخبز كتمشي تصيفطي عليه للحانوت، ما عندكش اختي باش ديري الكوتي كتصيفطي اختي المخبازه، تجيبي الكرواسه ولا تجيبي الحرشه ولا تجيبي المسمن، كوني اكيده اختي واخا ديك 2000 درهم ولا اكثر من 2000 درهم راه ما غتكفيكش. ولكن الا اختي مشيتي بالنظام وخططتي يا اختي ديري التخطيط، شدي اختي لاجندا ديالك وديري هذا الاسبوع الاول اشنو غادي نطيب انا فيه، شنو غادي نحتاج للكوتي، شنو غادي ندير في الغداء، شنو غادي ندير في العشاء، وغادي نكون انا عارفه شنو غادي نطيب وغادي نحضر اختي الكوتي اللي ديال داك الاسبوع ولا الاسبوع الثاني. المهم انا غادي نمشي بالنظام وغادي نكون عارفه شنو غادي نحط انا لوليداتي في الكوتي داك الاسبوع وشنو غادي ندير لهم في الفطور وشنو غادي ندير لهم في الغداء. يعني ملي غادي نمشي انا نتقدى الهري غادي نعرف شنو غادي نجيب، غادي نجيب المواد الاساسيه ديالي وغادي نعرف انا شنو غادي نحتاج. ما غاديش نمشي غير نتقدى هكاك وانا ما عارفاش اشنو غنجيب. راه النظام اخواتاتي هي اللي كيخليو داك المصروف يكفينا، النظام هو اللي كيخلينا نوفروا من المصروف اللي عندنا. الا مشيتي بنظام وحيدتي عليك العشوائيه كوني اكيده بانك غادي توفري من المصروف اللي عندك. ولكن الا مشيتي يعني بدون نظام بدون تخطيط مشيتي بالعشوائيه كوني اكيده بان واخا يكون عندك المصروف كتير راه ما غيكفيكش اختي. جربوا اخواتاتي هاد التقسيم هذا اللي درت لكم، واذا كانت عندك اختي 2000 درهم وبغيتي توفري وديري تحدي مع راسك، جرب يا اختي هاد التقسيم اللي عطيتك وانا متاكده بانه بانك غادي تنجحي فيه وغيكفيك. يعني درت لك الهري 600 درهم، الخضر والفواكه 300 درهم، غادي تقضي 15 يوم.
ب150 درهم، ولا كل 10 أيام 100 درهم. اللحوم كذلك 100 درهم كل 10 أيام، ولا غادي تقداي 150 درهم كل 15 يوم. أنا كنفضل 15 يوم. كتجيبي تبارك الله الخير والبركة، وكتكوني عارفة شنو غادي تقداي. مثلا ملي كندير الجدول ديال الأكل ديالي كنكون عارفة الخضرة اللي غنحتاج، وعارفة اللحوم شنو غادي نحتاج. مثلا غادي نطيب الدجاج شحال من مرة، غادي نطيب الحوت شحال من مرة، فوقاش انا غادي ندير القطاني. المهم انت الجدول ديالك غادي تمشي معاه، وغتعرفي نتيا شنو غطيبي داك الاسبوع والاسبوع الثاني، وغادي تقطعي على حسب داك الاسابيع اللي كتبتي انت في الجدول ديالك. الحانوت اختي دات لك 100 درهم غير الا خصاتك شي حاجه في الحانوت. المهم راه عندك تما 100 درهم. بغيتي اختي تجيبي حليب، بغيتي تجيبي البيض، المهم راه عندك 100 درهم في الحانوت. البوطه اختي درنا ليها 100 درهم، غادي تجيبي جوج ديال البوطات ب 100 درهم. تقدري تحتاجي غير بوطه ما غاديش تسالي لك حتى الشهر الاخر. المهم خلي فلوس ديال البوطه تماك، نهار تحتاجي البوطه راه غيكون عندك الفلوس تما في البوطه. المهم ستوك اخواتاتي ما نساوش ستوك، راني غادي ندير لكم فيديو اخواتاتي ديال ستوك ب50 درهم دائما. ستوك 50 درهم 100 درهم 20 درهم. علاش قديتي حطي يا اختي الستوك، ما قديتيش حطي غير 20 درهم. راه 20 درهم تجيب لك اختي جوج باكيات السكر، تجيب لك جوج باكيات ديال سنيده، تجيب لك اتاي وحده. المهم كل ما راح يدير لك شويه اختي في ستوك. ضروري اخواتاتي ما غادي ندخلوا ستوك في التقسيم ديال المصروف ديالنا، حيت الستوك هو اللي كيعاوننا من بعد وكيخلي داك المصروف ديال الهري يكفيك. الطوارئ اخواتاتي درت لك 50 درهم للطوارئ. الا وصلتيها راكي تزيديها مثلا الهري، تزيديها لشي حاجه. المهم الطوارئ يعني ملي كتسالي لي شي حاجه من مثلا دوك الاظرفه اللي عندي خصاتني، غتمشي لديك الطوارئ، غادي نهز من هذيك 50 درهم ونقضي بها. ما وصلتهاش بقات في الظرف اختي ديال الطوارئ كتولي توفير. المهم اخواتاتي كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديال اليوم. وإلا وصلتي حتى لهنا اختي وكملتي معايا لا فيديو وعجبك، ما تنسينيش اختي من اللايك ومن واحد التعليق كيف ما كان. المهم ديروا لي اخواتاتي التعليق يكون قليبات ولا وريضات، المهم غير كتشجيع ليا. وبسلامه عليكم اخواتاتي، الى فيديو مقبل ان شاء الله.